طبعا كلنا متابعين زياره الرئيس الفرنسي ماكرون لمصر، وافتتاح جامعه سنغافوره اللي هي مش موجوده من زمان الجامعه دي. بس اتعمل لها كمبنى جديد او تطوير، او اتعمل لها فرع تاني داخل برضه اسكندريه في برج العرب. طبعا الرئيس عبد الفتاح السيسي دعا الرئيس ماكرون على انه يجي يفتتح الفرع الجديد او يفتتح التطويرات اللي حصلت او الموقع الجديد. فامبارح جه الرئيس عبد الفتاح السيسي طبعا مع الرئيس ماكرون، وافتتحوا الجامعه واسكندريه، ومشي في اسكندريه وفسحوا في القلعه ومشي في الشارع وافتتح الجامعه. والنهارده شفنا طبعا قمنا الصبحيه لقينا طبعا الرئيس ماكرون متعود ان هو في اي مكان بيجري الصبحيه في اي مكان. فتخيل بقى، كنا ممكن نقول لا تعالى كده اجري على الكورنيش، لا هو عاوز يجري وسط الشارع، وسط اهل اسكندريه. فجري في وسط سيدي بشر. يعني تخيل، شوف الجمال، الراجل بيجري وزوجته والناس معاه، الوفد اللي معاه في امن وامان. ويلعب ضغط كمان، نزل يلعب ضغط في الشارع كل ده، والمصريين بيتفرجوا عليه فرحانين بيه. ما حدش اعترض وما حدش اتكلم معاه. الناس فرحانه. يعني رئيس جمهوريه جاي ما شاء الله يعمل طقوس رياضيه في الشارع، وشاف الامن وشاف الامان وشاف مصر وشاف جمال مصر وشاف حلاوه مصر. وقاعد واقف بياكل ايس كريم كده يعني على البلاج او على الشط. الراجل فرحان بمصر، تحس ان هو مولود في مصر. تحس ان هو لو قلت له هو جه يعني كان قبل كده بيسمع حاجات عن مصر. لما جه زار مصر اول مره الفكره اتغيرت. قال لك ايه ده؟ انا ما كنتش يعني كنت بصدق كلام ناس بعدة بيقولوا كلام كده. دلوقتي مصر حاجه تانية. لو قلت لماكرون تعالى زور مصر مليون مره هيقول لك ايه اجي زور مصر. لو قلت له تعالى اقعد في مصر بعد ما يخلص فتره حكمه تقول له تعالى اقعد في مصر، هيجي يقعد في مصر. مصر بلد الامن والامان. مصر بلدنا جميله. انا بلوم على اخويا المصري اللي كل ما اقعد معاه يقعد يعيط لي، يقول لي البلد، انا عاوز اسيب البلد، انا عاوز امشي، انا عاوز اهج. ليه؟ اصل الحياه غلت، اصل مش لاقي الاكل، مش لاقي الفراخ ولا البيض ولا اللحمه، مش عارف اكل عيالي، مش عارف اعيش، معاشي صغير، مرتبي قليل، اعمل ايه؟ طب انا عاوز اسيب مصر. اتفضل يا حبيبي، اتفضل سيبها. والله اصل احنا 120 مليون مصري، فانت عليك لما تسيب مصر مش هتاثر معايا. انا واحد عاشق تراب البلد دي، حابب البلد دي، روحي في البلد دي، بدعو الناس تيجي تزور البلد دي. انتوا عارفين يعني ايه لقطه الرئيس الفرنسي انه يجي يجري في شوارع مصر ويجي مصر و... ده بيعمل لك رواج في السياحه. رئيس مصر، رئيس فرنسا اهو جاي، يعني بيخلي الفرنساويين كمان اللي يقول لك لا نروح نزور مصر. الراجل ده جري وده وما حصلش اي مشاكل. انت عارف ان رئيس ماكرون ما يقدرش يمشي في الشارع وسط شعبه وجمهوره؟ لا، ما تعرف ما يقدرش. لازم حراسه والكلام ده. احنا عندنا امن وامان، بلدنا جميله. سيبك بقى من الحاجات اللي انت بتسمع عنها، اصل الغلاء والاسعار، اصل مش عارف ايه، اصل مش عارف حد بيقعد يلعب في دماغك. في، بس ما كلها على الكل. حد يقول لي مش عارف اربي عيالي، تعال شوف اللي مش عارف يربي عياله عمال يعيط. عندك كام عيل؟ ثلاثه، اربعه. طب انا ذنبي انك تجيب ثلاثه ولا اربعه؟ ما كفايه عليك واحد، كفايه عليك اثنين. هو انا ذنبي ثلاثه واربعه وخمسه؟ طب اعمل لك ايه؟ ما هو كل وقت وكل حقبه لازم تتغير، لازم اغيرها. لازم خلاص اتعودنا على دعم وتعودنا على دلع. في فترات احنا بنبني بلد. شفتوا المشاريع، شوفوا الجمال، شوفوا الحلاوه. ما حدش بيقول لك لا بص يا حبيبي وشوف وتابع وجيب كده من جوجل وشوف مشاريع بلدك وشوف جيش بلدك وشوف بلدك بعد وصلت لايه. هتيجي تقول ده الدولار وصل 70 جنيه، مش عارف ايه. ايه المشكله يعني؟ ايه الحاجات دي كلها ايه يعني؟ إيه حاجه غاليه عليك؟ ما غلا شيء علي الا تركته. بسيطه سهله. ما غلا شيء عليه الا تركته. خلاص مش عايزه، مش عايز الحاجه اللي غاليه علي. اهو الفراخ، اهو الحمد لله جالك الدكتور العوضي، ها، وقال لك
الفراخ، وكل واحد دلوقتي بتقول لك الفراخ اصلا ديناصورات. ما تاكلش فراخ. بيض غالي، ما تاكلش بيض. ايه؟ كل حاجه بسيطه. عيش على قد. كل واحد بيأقلم نفسه. بس ما تجيش تقول لك اصل البلد، اصل البلد وحشه، اصل مش عارف عايز مش عارف اعيش في البلد، اصل انا البلد دي خنقتني، اصل انا مش عارف يا ريتني لو كنت مصري. اقسم بالله، اللاجئين اللي بيجوا مصر هنا وبيمشوا بيعيطوا، بيعيطوا، يقول لك مش عاوزين نسيبها. يا بختكم، يا بختكم ان انتوا عايشين في مصر. والنبي سيبوني انا اعيش معاكم. شفتوا؟ والله العظيم. مجموعه مصريين ماشيين وبيعيطوا، بيقول لك عاوزين نقعد مش عاوزين نمشي. شفت بقى بلدهم اتحررت والدنيا حلوت ازاي؟ لكن هم عاوزين يقعدوا في مصر. السودانيين ذات نفسهم هم شوف عاملين ازاي، مش عاوزين يمشوا. فانت عاوز تمشي، اتفضل حاجة. المطار مفتوح، الحدود مفتوحه، اتفضل اتكل على الله. بس ساعتها هتندى وتقول يا ريتني ارجع مصر. لانك يا صديقي المصري هقول لك حاجه راجل الله تعالى. انت ما تتعاشرش في مصر عشان تتعاشر بره مصر. الصراحه دي هتوجعك قوي. يمكن لو سمعت كلامي هتزعل مني. انت حضرتك لا تتعاشر، ما تتعاشرش في مصر. مش جدع عشان تتعاشر بره مصر. واسالوا اللي سافروا بره، يقول لك المصريين عاملين ازاي. يقول لك اعوذ بالله، ده كل الجنسيات كويسه الا المصري. صديقي المصري، اخويا المصري، عيش في بلدك. بلدك كويسه، بلدك حلوه، احسن بلد. الناس كلها تتمنى تكون مصري. ولو ما كنتش مصري اتمنى ان كنت اكون مصري. وبدعو العالم كله يجوا يزوروا مصر ويشوفوا جمال مصر في كل حاجه. في السياحه، تعالوا زوروا مصر، سياحه اثريه، ترفيهيه، تعالوا في الاستمتاع في البحور، سياحه تعليميه. كل ده مصر. مصر. تحيا مصر، تحيا مصر، ويحيا قائدها العظيم الرئيس عبد الفتاح السيسي. شكرا لكم.